السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان، كل الناس على راسي من فوق. محبي قناة الإسلامية للأرانب والأعلاف، مرحب بكل الناس اللي بتدينا لايكات على راسي من فوق. لو عندك أي استفسار اكتبوا لنا في التعليق. لو أنت أول مرة تشوفنا ما تنساش الاشتراك في القناة، فعل زر الجرس لو أنت مهتم معانا وحابب مجال الأرانب. وبطلوا بخل يا جماعة بقى، وإيه عايزين لايكات حلوة منكم كده. أول حاجة هنتكلم النهاردة، فيديو بتاعنا حلقتنا النهاردة بنتكلم عن ابتداء مشروع الأرانب. ازاي هبتدي مشروع الأرانب؟ طيب بدأنا مشروع الأرانب. طيب هنجيب ايه في مشروع الأرانب وايه الحاجات اللي هنجيبها؟ أول حاجة زي بتجيب بطاريات زي ما انتم شايفين حضراتكم قدام عينيكم كده، بطاريات زي ما انت شايف. أول ما بتجيب البطاريات مستعملة تبدأ تخش بالحرق زي ما انت شايف كده يا جماعة. بتبدأ زي ما انت شايف كده يا جماعة، بتبدأ تحرق البطارية كويس، والعلافات والولادات زي ما انت شايف كده. دي لو بطارية انت شاريها مستعملة لازم تخش بالنوع ده يا جماعة. تاني هام بعد ما حرقنا البطارية ونضفنا المكان وظبطنا الأداء وركبنا البطارية زي ما انتم شايفين كده قدامكم، بنعمل حاجة كويسة جدا. دلوقتي جبنا أمهات بكر ولسه ما لقحناش، وعندنا الديكورة جاهزة بسم الله ما شاء الله وحاجة كويسة. هنبدأ أول خطوة بعد ما نصبنا البطاريات ورشنا بالفيركون ورشنا بكل حاجة انت مطهر شغال بيه. بنمسك بقى الأمهات، بتبدأ بقى تدخل الأمهات للذكور. طبعا زي ما هوريكم حضراتكم دلوقتي كده، دخلنا الأم للذكر. هنبدأ نلقح عشان نشوف أول شغل كده، أول إصابة بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. اللهم صل على النبي. كده يا جماعة طبعا بعد ما لقحنا هنعمل ايه اللي جاي بعد كده. تاني هام يا جماعة، بنستنى من 30 الى 32 يوم، ما نتأخرش عن كده. بعد كده نخش عن نشوفها ولدت ولا لسه. طبعا بتخش كده تلاقي الام ولدت زي ما انت شايف حضرتك كده قدامكم كده. احنا بدينا نطلع ارانب كده. الارانب رضعة زي ما انتم شايفين، لسه تاني يوم الولادة. طبعا دول 8 أو 9، بنحاول على قد ما نقدر إن احنا نطلع ال8 أو ال9 دولت من تحت الأم جيدين ومية المية المية يا جماعة. وإن شاء الله انتظرونا في الفيديو الحلقة الجاية، ويا ريت ما تنساش اخوكم في اللايك. لو عندك استفسار اكتبوا لنا في تعليق القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.